لكن لما تيجي تلاحظي بقى، نخرج من هنا ندخل على الاخوان وطريقتهم في التفاوض واسلوبهم وهم عايزين ايه من المبادره دي يعني؟ الاخوان يعني الحقيقه بيتفاوضوا بنفس اسلوب اسرائيل بالظبط. ليس هناك شيء في يده، ولكنه يصنع اشياء وهميه يصدرها للغير على انها اوراق حقيقيه، ويقول سأتنازل عن هذه الأوراق في مقابل أن أحصل على كذا وكذا، لكن في الواقع هو ما معهوش حاجة. فدي الطريقة الإسرائيلية، أن يحصل على كل شيء ولا يقدم أي شيء على الإطلاق، أن ينجح هو ولا يقدم لمن يتفاوض معه أي تنازل على الإطلاق. ثم إذا ما حيل بينه وبين أن يفعل ذلك يبقى ياخد طريق ستيب باي ستيب، خطوة بخطوة، واحدة واحدة، طويل مفيش أزمة، لحد ما ياخد برضو اللي هو عايزه. فهو لأنه ليس في يديه أي أوراق، كانت الورقة اللي في إيده هي أمريكا، وكان الاتحاد الأوروبي، وكان صندوق النقد الدولي، وكانت بعض أشياء أوراق خارجية خارج مصر كان بيضغط بيها، بالإضافة إلى أنه الأوراق الخارجية دي أوصت له بأنه هو يصنع ورقة تفاوضية اللي هي في رابعة، العدوية حتى تكون تكئة، رابعة والنهضة حتى تكون تكئة، المظلمة الضحية، كوسيلة من وسائل التنازل عن يعني أنا هتنازل عن رابعة، أروح أحتل المنطقة دي زي إسرائيل بالظبط، أروح أحتل المنطقة دي وأقعد فيها، وبعدين أفاوض بيها، أجي أفاوض بيها بقى وأقول ادوني كذا كذا وأنا هسيب المكان ده. طب اساسا انت ما كانش من حقك تقعد في المكان ده، ده انت اساسا مغتصب للمكان ده.